قصة النهاردة انت لو شفتها في فيلم او مسلسل عمرك ما تتخيل ان ممكن يكون في ظلم كده، بس للأسف القصة حقيقية، صاحبتها بنفسها اللي حكتها. هستأذنك بس لو قلبك ضعيف او مش حمل مقاسي ياريت ما تكملش الفيديو. في 1980 اتجوزت واحدة في حي بسيط كده في القاهرة، وبعد سنة من جوازها ربنا رزقها بطفلة اسمها هبة، واللي هي محور قصتنا النهاردة. حياة الأم للأسف كانت أسوأ حاجة بالمعنى الحرفي. جوزها كان حشاش وصاحب كاس، ووراها المر كله حرفيا. خد عندك بقى ضرب وإهانة، لدرجة إن الجيران بقوا بيشفقوا عليها من كتر ما كانوا بيسمعوها كل يوم وهي بتحاسبن عليه. الست دي كانت من عيلة بسيطة في الأرياف، ومش عارف تعرف المعلومة دي ولا لأ، بس لحد النهاردة في ناس في الأرياف وفي القرى البسيطة عندهم مفهوم انك طالما اتجوزتي خلاص ما ينفعش تخرجي من بيت جوزك مهما عمل فيكي. المهم فضلت الاهانه والضرب شغالين من جوزها على مدار 5 سنين، وممنوعه من كل حاجه حرفيا. لا ينفع تزور اهلها، ولا ينفع تخرج مع اصحابها، ولا ينفع تخرج بره البيت من اساسه. وبعد ما عدى 5 سنين على جوازها، بعد ما خلفت ابنها التاني، بتخرج الام في الشارع في وسط الناس وتكب على نفسها جاز وتولع في نفسها. اتصل جوزها بسرعه بامه: الحقيني ياما، الوليه المجنونه ولعت في نفسها. جت الام وشافت اللي حصل، والشارع كله عارف ان السبب في ده هو جوزها. لكن اللي اتقال طبعا منه ومن امه ان البنت لسه صغيره ومش حمل مسؤوليه. وهو هل يا جماعه تتخيلوا ان في حد ممكن يولع في نفسه؟ دي يا جماعه كانت مجنونه. كلام طبعا قاعد يتقال كده عشان يسكتوا ألسنة الناس. المهم قررت الجده من الوقت ده ان هي تقعد مع ابنها وتتولى مسؤوليه هبه واخوها اللي لسه كان عمره 6 شهور وقتها، ولحد ما بقت هبه 6 سنين، ولسه ما زال ابوها زي ما هو بالظبط. الكاس والسيجاره ما بيفرقوش ايده، وامه نفسها كانت شايفه عمايله بس يعني ما كانتش تقدر تتكلم. ولحد ما جه ميعاد تقديم المدارس، الجده ابتدت تشتري لوازم الدراسه كشاكيل ولبس والكلام ده كله. فابنها لما شافها قال لها: ايه ياما اللي انت بتعمليه ده؟ قالت له: انا بجهز لهبه عشان تدخل المدرسه. قال لها: ومين قال لك اساسا ان انا هدخلها مدرسه؟ لا لا لا، دي ما تدخلش مدرسه خالص، دي تقعد في البيت مرزوعه وما تتحركش منه. يا ابني حرام عليك، العيال كلهم في سنها بيدخلوا المدارس. قال لها: انا مالي ومالهم، دي بنتي ولو سمحت ياما ما تتدخليش ابدا في تربيتي ليها. طبعا بيتكلم وهو متعصب، وامه طبعا لا حول بها ولا قوه سمعت الكلام وسكتت. ومرت السنين، وهبه دلوقتي عندها 11 سنه، وبسم الله ما شاء الله عليها اموره وجميله، وجسمها كمان سابق سنها. حط تحت دي شويه خطوط. وكل الشارع كان بيحلف بجمالها، لدرجه ان اتقدم لها اكتر من عريس وهي لسه في السن ده. وكل ما الجده اتفتح ابوها يقول لها: انا مستحيل اجوزها في السن ده، البنت لسه صغيره، وانا مجنون اجوزها وتطلع خايبه زي امها. وبعدين دي تعرف ايه دي عن الجواز؟ والتاني مره ياما بقولها لك ما تتدخليش في تربيه البنتي، ومن هنا ورايح اي عريس يجي قولي له ما عندناش بنات للجواز، وانهي لي بقى الموضوع ده لو سمحتي. طبعا انت ممكن تقول هنا ان ابوها عنده حق وان البنت فعلا لسه صغيره، بس للاسف هتتصدم لما تعرف السبب الحقيقي ورا رفضه. في يوم من الايام كان راجع الاب سكران كعادته، بس بدل ما بيروح اوضته راح على اوضه هبه. البنت طبعا اتصدمت لانها مش متعوده ان هي تشوفه في اوضتها. خير يا بابا في ايه؟ وبدون مقدمات الحيوان هجم عليها وكتم بقها وقال لها: لو فتحت بقك انا هذبحك. وللاسف اغتصبها، والبنت لا حول بها ولا قوه فاستسلمت. وبعد ما عمل عملته قال لها: لو جبت سيره لجدتك هيكون اخر يوم في عمرك. تخيل انت طفله في السن ده اتحرمت من الدراسه، واتحرمت من اللعب، واتحرمت ان هي تشوف امها، واتحرمت ان هي تخرج، ويكون في النهايه مصيرها مع اب زي ده. احب اقول لك ان مأساة هبه كانت لسه بتبتدي. كل ده كان جزء بسيط للاسف، وفضل على مدار شهر يكرر نفس عملته. كل يوم يرجع سكران ويدخل عليها. بدأت هبه بعدها ان هي يحصل عليها اعراض غريبه، وشها بيصفر وترجيع ولا حول بها ولا قوه. جدتها قررت ان هي تاخدها للدكتور، وللاسف البنت طلعت حامل. كتمت الجده الخبر لما سمعته من الدكتور في نفسها، واستنت لما راحت البيت ومسكت هبه ضرب بالاقلام. فين يوجعك؟ مين يا بنت الكلب اللي عمل فيكي كده؟ انت عاوزه تفضحينا وسط الناس؟ امتى ده حصل؟ ما انت مرزوعه في البيت ليل ونهار، ولا انت بقى بتخرجي من ورانا؟ انطقي يا بنت، مين اللي عمل فيكي كده؟ طبعا هبه وهي منهاره اعترفت للجده بكل اللي حصل بالظبط. قالت لها: بابا كمان قال لي ان انا لو قلت لك الكلام ده هيقتلني. الجده طبعا من الصدمه ما بقتش عارفه تعمل ايه، واستنت الاب اول لما رجع، وما خلتش كلمه غلط ما قالتهالوش. يا حيوان يا زباله يا ابن الحرام، تعمل كده في بنتك؟ انت مستحيل تكون اب، انت شيطان. وطبعا الاب كان سكران كالعاده، فما كانش فارق معاه كلام امه. فدخلت الجده على هبه قالت لها: بص يا هبه، الموضوع ده محدش يعرف بيه نهائي
لحد ما نشوف بقى هنعمل ايه في المصيبه دي. وفضلت هبه تعاني 9 شهور، وطبعا الالم بالنسبه لها في سنها ده كان اضعاف، لحد ما جه يوم الولاده. والدتها طبعا جدتها في البيت هي وبنتها اللي هي عمه هبه، وراحوا اخدين الطفل والدنيا نايمه ومفيش حد خالص، وراحوا حطوه جنب جامع وكأن ما حصلش اي حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كلهم. طب كنتوا سقطوها بدل المعاناه اللي هي مرت بيها دي. المهم فقت هبه ما لقيتش ابنها جنبها، طبعا صارت وديته ابني فين وكل الكلام ده. جدتها قالت لها بصي الواد ده ابن حرام ما ينفعش يعيش معانا. ولحد هنا برضه لسه مأساة هبه يدوب بتبتدي، لسه اللي جاي هيوريك ان والله العظيم عمرها ما عاشت يوم حلو في حياتها. بس يا ريت لو ما اشتركتش في القناه وما دوستش لايك تعملهم عشان خاطري، ده رجاء، عشان اليوتيوب بس يرشح الفيديو للناس اكتر. عدت الايام وابتدت الجده وبنتها اللي هي عمه هبه يفكروا ازاي يخلصوا من الفضيحه دي. البنت دي لازم تتجوز وحد يكون ستر وغطى علينا. فبنتها قالت لها بص يا ماما انا اعرف واحد بياع فول على عربيه في السيده زينب وغلبان وفي حاله وبعيد عننا عمره ما هيجيب سيره. ورتبت عمتها ميعاد للراجل وجه البيت وشرحت له الجده كل اللي حصل بالتفصيل. فقال لها بصي انا متجوز وهحاول اساعدكم، فانا هتجوزها لمده شهر وبعدين هطلقها. وهم ما كانش قدامهم حل تاني فطبعا وافقوا. فراحت الجده للاب وقالت له، فقال لها لا طبعا انا مش هجوزها. قالت له بقول لك ايه انا مش عايز اسمع صوتك، والا ويمين الله هفرج عليك الشارع كله. انت تحمد ربنا ان حد اصلا وافق ان هو يتجوزها، انت هتقابل العريس ورجلك فوق رقبتك. فطبعا ما كانش قدامه حل تاني فوافق. وجه يوم كاتب الكتاب راحت الجده لهبه قالت لها ده عريسك وهتروحي معاه، احنا خلاص جوزناكي. وهي طبعا مش فاهمه يعني ايه جواز ولا اي حاجه عنه، وخدوها من الدار للنار. كان الراجل اللي اتجوزته راجل بسيط وفهم مراته على كل حاجه. قال لها بصي دي واحده احنا بنستر عليها وهتجوزها لمده شهر وهاجي اقعدها هنا معاكي. واول لما دخلت هبه البيت مراته استلمتها. قومي يا حبيبتي بقى اطبخي، انت هتقعدي ولا ايه؟ اطبخي واغسلي ونضفي واعملي كل حاجه في البيت. وتخيل طفله زي دي بتتفحت ليل ونهار في البيت، عاشت اسوأ ايام حياتها وهي شايفه الاطفال اللي في سنها كلهم بيلعبوا بره وهي مش قادره تخرج. بس برضه مقارنه باللي جاي يمكن ده كان حاجه بسيطه. المهم خلصت هبه الشهر بتاعها واتطلقت ورجعت لابوها مره تانية. بس المره دي كان عندها حريه اكتر في انها تخرج وتشتري حاجات للبيت. وهبه لو تفتكر في الاول قلت لك ان هي كانت اموره ما شاء الله، فكانت فرصه ان في ناس تانية تشوفها اكتر. وبالفعل شافها شاب كده في اوائل الثلاثينات وابتدى يلحقها من وين ما تروح، وعرف بيتها فين وراح اتقدم لها وقال لاهلها انا بشتغل في السعوديه وجاي زياره كده بزور اهلي وهرجع تاني لشغلي. طبعا بالنسبه لهم كانت فرصه حلوه فجوزوها. وما تفهمش بقى يا سذاجه منها ولا حبت تصارحه، بس حكيت له كل حاجة حصلت بالتفصيل في الأيام اللي فاتت بحنية وبرقة. قال لها بصي انسي كل اللي فات ولا كأنه حصل، أنا من هنا ورايح سندك في الدنيا وما تخافيش يا بنت الحلال. طبعا أنت ممكن تقول إن أخيرا الدنيا ضحكت لها، بس للأسف الظلم من هنا ابتدى. وعدت الأيام بعد الجواز اكتشفت هبة إن جوزها لا سافر السعودية ولا أهله هناك، وإنه تاجر مخدرات وصاحب كاس وسجارة نفس طباع أبوها بالظبط. وبقى كل يوم داخل عليها مع أصحابه ومعاهم حريم ويمارسوا كل حاجة قدام عينيها، وهي لا حول بيها ولا قوة. لو فتحت بقها بكلمة تاخد ضرب وإهانة للصبح. رضت هبة بالأمر الواقع وكانت خلفت منه ابنها الكبير مصطفى، وبعدها بفترة كمان خلفت بنته سمتها منى، وعاشت بقى عشان عيالها. مرت السنين بكل مآسيها وكبرت هبة وكبروا عيالها. وفي يوم وهي بتتفرج على التلفزيون شافت برنامج لطفل عمال بيحكي ان هم رموه قدام جامع ونفسه بس يعرف مين اهله. انا لقيت مشاعري كلها بتتشد، اللي دوت الولد اللي اترمى من زمان في الحته الفلانيه، هو ده اللحمه اللي انا نزلتها من بطن. راحت لجوزها وقالت له انا اخيرا لقيت ابني، ابوس ايدك رجعهولي وانا مش عايزه اي حاجه تانية من الدنيا. قال لها انت مجنونه؟ ابنك مين اللي رجعهولك؟ انت هتقولي لعيالك ايه؟ فوقي وانسي الموضوع ده تماما. هبه فعلا لا حول بها ولا قوه وما كانتش عارفه فعلا هتقول لعيالها ايه، فنسيت الموضوع رغم انها كانت بتتقطع. المهم عدت فتره كده وجوزها لسه زي ما هو، اهانه وضرب وسكر وحريم وقله ادب، لحد ما عيالها قالوا لها ماما اعملي قضيه خلع. وفعلا عملت القضيه وكسبتها واتخلعت منه. ومن هنا بقى بيبتدي الفصل الثاني من المأساة. عدت الشهور وقابلها راجل اكبر منها وكان ارمل، فعرض عليها الجواز ووافقت فعلا ان هي تعيش معاه. وعاشت هي واولادها الاتنين، وهو كمان كان مخلف عيال فعاشوا كلهم مع بعض. عدت الايام وجالها اتصال من عم العيال، قال لها يا هبه انا عايز اشوف مصطفى ومنى ولاد اخويا، انا مهما كان برضو عمهم. فقالت له طبعا تعالى اتفضل في اي وقت شوفهم. جه شافهم وبعد شويه قام قايل لامها ايه، بقول لك ايه،
انت جوازك من الراجل ده ما ينفعش، انا يا بنت الحلال اولى منه، ومهما كنت فانا عم العيال، فما فيش حد هيخاف عليهم اكتر مني. فقالت له ايه الجنان ده؟ لا طبعا انا خلاص، انا ست متجوزه دلوقتي وانت هتفضل عم العيال على عيني وراسي، اكتر من كده مفيش. هو سمع الكلام ده والدم تقريبا غلي في عروقه وراح لاخوه قال له مراتك طبعا خلعتك عشان تروح تتجوز الراجل التاني، وبنتك هناك نايمه في وسط الشباب وانت كنت نايم على ودانك ومش حاسس بالدنيا. التاني سمع الكلام ده وحلف يمين بالله ما يهنيها على حياتها. وفي يوم وهبه خارجه مع جارتها رايحين السوق، سمعت صوت بينده لها باسمها. هبه بتبص وراها بدون مقدمات، لقت واحد ملثم وكب على وشها ميه نار. صرخت طبعا والناس اتلمت، بس للاسف كان وشها اتشوه تماما وعينيها اتعمت. راحت طبعا بعد ما حصل لها الكلام ده رفعت عليه قضيه. فيصادف سبحان الله انه في نفس الوقت كان عامل جريمه قتل، فاتحكم عليه ب15 سنه في الجريمتين. في التوقيت ده لما رجعت لجوزها وشاف وشها متشوه طبعا اتغير من ناحيتها وقال لها لا احنا كده يا بنت الحلال ما عادش ينفع نعيش مع بعض. قعدت تتوسل ليه طب اعمل لي عمليه تجميل، قال لها لا وانا اعمل عمليه تجميل ليه؟ طب ما انا اروح اتجوز. وفعلا طلقها وما لقيتش اي باب تاني مفتوح غير بيت ابوها، فاضطرت طبعا ان هي تروح. رجعت بقى كانت لقت جدتها ماتت وابوها جاله حاله شلل وخلاص ما عادش قادر بقى، حالته بقت زي الزفت حرفيا. قالت له بوس ايدك انا ما عادش ليا مكان اروح له، سكنني معاك. قعدها معاه شويه وابتدى يشتغل لها في الازرق. كانت هي حملت في التوقيت ده من طليقها التاني وخلفت العيل عند ابوها. قال لها بصي انا عيالك ده مش هستحملهم، انت تاخديهم وتوديهم ملجأ، وكلام مفيش اي نوع من الرحمه فيه خالص. لدرجه ان هي سافرت من القاهره لبورسعيد عشان تشتغل وتوفر سكن، وسنه ورا سنه وكبرت منى وجالها عريس. وفجاه لقت الام نفسها متورطه في جهاز بنتها ومفيش معاها اي حاجه خالص، فقررت ان هي تبيع كليتها وقالت انا هجوز بيها البنت وانا كده ولا كده مش عايزه حاجه تانية من الدنيا. الحمد لله ان الموضوع ده ما تمش، لان الجيران لما عرفت ابتدوا بقى يكلموا لها الجمعيات الخيريه واولاد الحلال وقفوا معاها ولموا لها اللي يقدروا عليه، وخلاص كلها كام شهر ومنى تتجوز. في التوقيت ده بقى كان خرج ابو العيال من السجن، فاتصلت منى بامها في بورسعيد وقالت لها يا ماما انا عايزه اروح اشوف ابويا، ومهما كان هو ابويا وهيفرح لي اكيد لما يعرف ان انا اتخطبت، واكيد يا ماما اتهد بعد السجن ده كله، فانا هاخد خطيبي وهروح ازوره. فامها قالت لها مفيش مشكله روحي. فراحت منى هي وخطيبها، واول لما ابوها شافها بنتي حبيبتي وحشتيني انت فينك من زمان انا مش عارف ايه، وقعد بقى ايه يلحن لها. قعدوا يتكلموا شويه كتار كده، وبعد شويه خطيبها بص لها وقال لها يلا نقوم. فقال له حرام عليك سيبها لي اقعد معاها شويه، ده انا ما شبعتش منها. فبصت لخطيبها وقالت له طب بص روح انت وانا هقعد معاه يومين كده وبعد كده هروح. واليومين سحبوا لمده شهرين. اول شهر كان جميل لبنتي مع ابوها، تاني شهر قالت لي انا بكره اليوم اللي انا عرفت اللي ده ابويا فيه. ليه يا منى؟ قالت لي يا ماما ده بتاع نسوان، ما كنتش انا معرفها حاجه. سمعت الام المكالمه من هنا وقالت لها طب بصي خليك عندك انا جاي اخدك. قالت لها لا يا ماما اوعي تيجي، ده حلف بالله ان هو يقتلك وحضر ميه نار وحاطط لك سلسله وهيضربك وانا خايفه عليكي. طبعا الام ما اهتمتش وجريت بسرعه عشان تنقذ بنتها. واول لما شافها الاب ابتدى بقى فين يوجعك، ضرب بالسلسله لحد ما بنتها خلصتها بالعافيه. لكن بتتفاجئ ان بعد اسبوعين بيجي لها تليفون. الو هبه؟ قالت لهم ايوه. قالوا لها للاسف بنتك وقعت من الدور الثامن وماتت. هي كانت نور عيني، هي بنت واحده بس راحت مني على 4 صبيان، حرامها مني يتحرم دنيا واخره. يا رب هات لي حق. كان الكلام ده الفجر. فضلت الام جنب بنتها لحد العشاء، والحكومه طبعا ملمومه، وقعدت بقى حسبي الله ونعم الوكيل، ابوها اللي قتلها، ابوها اللي حدفها من فوق، وعملت فيه محضر فعلا ان هو اللي رماها، ووكلت محامي يمشي في الاجراءات. لكن بتتفاجئ ان بعد شويه قال لها ها جالك جلطه ولا لسه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت ايه اللي خرجك؟ قال لها انا خرجت عادي شخص سليم، بنتك رمت نفسها وانا كنت نايم معرفش حاجه. طبعا ده الكلام اللي قاله في المحضر، وبناء عليه خرج. تخيل المأساة اللي عاشتها من وهي طفله لحد ما شافت بنتها بتموت قدام عينيها. مين ممكن يستحمل حاجه زي دي؟ للاسف الاكتئاب واضح على هبه، وابتدت ان هي تكلم نفسها وتدعي بقى حسبي الله ونعم الوكيل طول ما هي قاعده. امنيه هبه دلوقتي ان هي تعيش في اوضه هي واولادها بعيد عن ابوها، بس اهم حاجه ما تدفعش ايجار. لو حد يا جماعه يقدر فعلا يساعدها ان شاء الله حتى لو بالدعاء اكتبوا لي في الكومنتات. وبما انك لسه معايا ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب زي ما قلت لك، ولو مهتم تسمع القصص اللي انا بحكيها يا ريت تفعل الجرس. اشوفك الاسبوع الجاي وقصه جديده، وسلام يا غالي.